يا لهوي، يا لهوي على الجمال. لازم اخد واحده تانية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه فيديو جديد وتجربه جديده من بلبن. انا جربت قبل كده يا جماعه بلبن، وجربت منه القشطوطه اللي هي المكسرات، وجربت منه اللي هو الرز بلبن اللي باللوتس. النهارده بقى اجيب لكم حاجتين مختلفين برضك. دي قشطوطه، دي قشطوطه زي ما انتم شايفين كده، دي باللوتس، دي مفروش من تحتها رز بلبن. دي برضه كان اول مره اجربها، تمام. وطبعا دي المعلقه زي ما انتم شايفين، دي اول مره انا اجربها. دي قشطوطه باللوتس، والفرش اللي تحت برز بلبن. في من غير فرش بتبقى قشطوطه بس عليها لوتس. دي انا ما جبتهاش، دي سعرها مختلف ودي سعرها مختلف. دي يا جماعه سعرها 50. التانية سعرها اللي هي من غير فرش رز بلبن تحت في الارضيه، دي سعرها 45 جنيه، فبيزيد 5 جنيه بس. ودي حاجه برضك جديده هم عاملينها. ده رز بلبن عليه قشطه وعليه بسبوسه، تمام، ومعاه مكسرات. ده ب50 برضك يا جماعه، ده سعره 50 جنيه. ده رز بلبن عليه قشطه وعليه بسبوسه ومعاه مكسرات، ده سعره 50 جنيه. ده لسه نازل جديد، تمام. ودي ازازه الميه بتاعت كل مره. يلا بينا نبتدي الفيديو يا جماعه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه نركن كده القشطوطه ونجيب الرز بلبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم بقى شكله كده من قدام. ده كده شكله يا جماعه زي ما انتم شايفين. دي القشطه اهي فوق، ودي كده البسبوسه، وده كده الرز بلبن. وطبعا هما معروفين ان هما بيعملوا كيس المكسرات بيبقى خارجي. ما بنفتح المكسرات، فتحنا كده المكسرات. ده كده شكل كيس المكسرات يا جماعه بعد ما اتفتح، تمام. هندلقه كده على الحاجه. طبعا انا قلت لكم المره اللي فاتت ان المكسرات بتاعتهم يا جماعه كانت جميله جدا، تمام، وكانت مقرمشه كده ومحمصه وطعمها حلو. هنجرب كده كده شكله بعد ما حطينا المكسرات عليه. يبقى كده المكونات ايه؟ رز بلبن وقشطه وبسبوسه ومكسرات. ده سعره 50 جنيه. هناخد كده المعلقه ونجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد طبعا حته من البسبوسه وحته من الرز بلبن وحته من المكسرات عشان ندوق كله ايه مع بعضه. ده كده كلها مع بعض كده، معلقه كلها مع بعض اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، يا لهوي على الجمال. لازم اخد واحده تانية، لازم معلقه تانية يا جماعه. والله يا جدعان ما مجامله، بس فعلا حاجته جميله جدا. البسبوسه اللي على الرز بلبن، البسبوسه اللي على الرز بلبن تحفه 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 تحفه. جميل قوي يا جماعه. اعذروني معلش، الطعم روعه. انتوا لو مكاني مش هتسيبوها. كده جربنا اول حاجه يا جماعه. نخش بقى على ايه؟ القشطوطه اللي باللوتس. نقفل ده كده ونجيب القشطوطه اللي باللوتس وفرش الرز بلبن من تحت. ايه يا جماعه، ده شكلها، ده شكل القشطوطه اللوتس، وتحتيها الرز بلبن. دي يا جماعه سعرها زي ما قلنا 50 جنيه. بيفرق الفرش بتاع الرز بلبن. هندوق كده ونقيم، بس الاول ناخد بق ميه كده. احلى بقى ما فيهم يا جماعه، قولوا لي ايه هو؟ عارفين احلى حاجه ايه؟ ان هما السكر بتاعهم هادي كده وجميل. مش سكر كده جازع وسكر كتير كده يقفلك من الحلويات، لا، السكر بتاعهم مظبوط كده وجميل، والطعم جميل كده ورايق. هنجرب كده يا جماعه القشطوطه اللوتس. ناخد حته كده بالرز بلبن بالكله. ده كده شكلها بعد ما خدتها. دي كده المعلقه اللي انا خدتها فيها لوتس وحته قشطوطه وحبه رز بلبن من الارضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش كلام، مفيش كلام قسما بالله يوصف الجمال. مفيش كلام يوصف جمال الحاجات بتاعتهم. نظافه، جمال، طعم يا جماعه بامانه الله. حاجاتهم نضيفه جدا، والسكر مظبوط قوي. حاجه برشحها لكم بجد، هتعجبكم قوي، من بلبن.
دي كده يا جماعه القشطوطه اللي هي اللوتس فرش رز بلبن دي ب 50 جنيه. وعندنا بردك الرز بلبن الجديد بتاعهم، ده رز بلبن مكسرات وقشطه وبسبوسه، ده بردك ب 50 جنيه. وبصراحه يا جماعه انصحكم بلبن، حاجاته جميله جدا وحاجاته نظيفه جدا، وانصحكم تجربوا الحاجتين دول وهيعجبوكم جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص يا جماعه. ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان ينقلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. وقبل اي حاجه يا جماعه ما تنسوش ازازه الميه في النهايه. ناخد بق الميه الجميل. باي.